الراجل العجوز هانز كان مشلول وما بيقدرش يتحرك خالص، لكن فجأة واحد من صحابه القدام رماله الكورة، والمفاجأة إنه فتح دراعاته ولقطها. حفيدته كانت مصدومة وهو نفسه مش مصدق اللي حصل. قدامه كانوا واقفين صحابه اللي ما شافهمش من 30 سنة. من غير كلام حضنوه بعض جامد. واحد منهم لاحظ رد فعل البنت وقال لها إن هانز ما ضحكش من ساعة ما قعد على الكرسي المتحرك ولا حتى ماشي طبيعي من سنين. كانوا متأثرين بس الوقت مش مستني. عندهم بطولة في روكر بارك ودرو قال للبنت جهزي شنطة جدك، احنا هناخده معانا. البنت خدت درو على جنب وقالت له إن جدها لسه بيتعالج والدكاترة مانعين خروجه، بس لما شافت الفرصة دي ممكن ترجع له فرحته وافقت تساعدهم في خطة يخرجوا بيها. وقبل ما يكملوا كلام حد خبط على شباك العربية، لقوا هانز واقف ماسك الكورة وعايز يروح معاهم. ساعدوه يركب وبدأوا يلموا باقي الفريق. لحد دلوقتي الفريق فيه واحد أعمى وواحد على كرسي متحرك تشيمي. ابتدى يقلق، لكن درو قالوا استنى لما نشوف آخر لاعب، ده ممكن يواجه 5 لعيبة لوحده. وأول ما درو نزل من العربية علشان يجيبه زمايله قالوا له خلي بالك. دخل الجيم وكان في راجل ضخم بيكلم أطفال. أول ما شاف درو ساب كل حاجة ومشي الأطفال، وقبل ما درو ينطق الراجل ضربه بوكس وقع بيه على الأرض. زميله جري عليه والجو بقى مشحون جدا. واضح إن في حاجة كبيرة حصلت بين الاتنين دول زمان.